أن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكل من وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه كان كث اللحية. كل من وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام بياضه وشعره وبدنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية. ومن ذلك ما جاء عن أبي معمر رحمه الله قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: أجل. هل كان يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر؟ قال: أجل. قال: وبما كنتم تعرفون ذلك؟ ما أدراكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر؟ قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته. كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته، أي لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول أنس: توفي النبي عليه الصلاة والسلام وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فهذه الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية، بل كانت لحيته عظيمة. بل وما بوب الفقهاء في كتاب الطهارة أبوابا تتعلق بتخليل اللحية، وإلا فما فائدة هذه الأبواب إن لم تكن لهم هذه اللحى ولم يكونوا معروفين بإعفاء اللحى؟ فما فائدة ذكر مثل هذه الأبواب في كتاب الطهارة؟